محاضرة معانا في الأبر ليمب هنتكلم فيها على الجوينتس. ايه الجوينتس اللي موجودة معانا في الأبر ليمب؟ ودي كنا لازم نحطها في آخر محاضرة. ليه؟ لأن هي يعتبر واخدة جزء البون، واخدة جزء المصل، واخدة كل الأجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها، وهتكلمك على كل جزء من الأجزاء بتاعة الأبر ليمب، فلازم تبقى عارفهم، ولازم تبقى اللي فاتوا يعني على الأقل فاكر التفاصيل الأساسية أو العناوين الأساسية بتاعتهم. لما شرحنا الانترودكشن بتاعة الابر ليمب قلنا ان في عملنا انيوميريشن للجوينت اللي موجوده معانا في الابر ليمب، وعرفنا ان في حوالي 9 جوينت هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل. اول جوينت معاك هو الاسترنو كلافيكولار جوينت، في جوينت تاني اسمه الاكروميو كلافيكولار جوينت، في جوينت اسمه الجلينو هيومرال جوينت او الشولدر جوينت، وعندك بعديها الالبو جوينت. كان في الراديو النر جوينت اللي قسمناه ساعتها الى بروكسيمال وديستال، في ريست جوينت، في كاربو ميتاكاربال جوينت، في ميتاكاربو فالنجيال جوينت، في انتر فالنجيال جوينت. دول عملناهم كده ساعتها كانيوميريشن وشفنا شكلهم عامل ازاي. هنبدأ ناخد كل واحد بالتفصيل ونتكلم عليه. كل جوينت من الجوينت اللي احنا اتكلمنا عليها دول هنتكلم فيها عن 4 حاجات، يعني هناخد الجوينت بالتفصيل ونتكلم عن 4 حاجات فيه. اول حاجة الارتكوليشن بتاعة الجوينت، يعني مين البونز اللي كونت الجوينت، مين البونز اللي قابلوا بعض وكونوا الجوينت. بعد كده هتتكلم على النوع بتاع الجوينت، ده جزء يعتبر من سنة اولى. هنعرف كل جوينت من اللي بنتكلموا عليهم ايه نوعه. بعد كده هنتكلموا على الليجامنت اللي بيعملوا لهم ستابلايزيشن، مين الليجامنت اللي هتكون لك او هتثبت لك الجوينت. واخر حاجه هنتكلم عليها الجزء بتاع الموفمنت، الحركات اللي هتحصل على مستوى الجوينت، وايه هي الماسل اللي هتعملها. يبقى في اي جوينت انت تثبت العناصر دي، هم في كل جوينت هنتكلم عن ال4 حاجات دول. الارتكوليشن بتاعه، يعني مين البون اللي هيكونوه، هو نوعه اصلا ايه، هل نوعه كان بلين ولا نوعه هنج ولا بويفوت، كل الانواع دي هنتكلم عليها. وبرضه ايه الليجامنت اللي موجوده فيه وبتثبته وتعمل له ستابلايزيشن، وعندك الموفمنت اللي بتحصل عليه والماسل اللي بتعملها. دول كده لو ثبتهم في الجوينت اللي هنتكلم عليها ممكن تعمل مقارنة تلم معاك كل الجوينت اللي موجودة في الأبر ليمب. وعرفنا ايه ال9 جوينت اللي هنتكلم عليهم. أول جوينت معانا هو الاسترنو كلافيكولار جوينت. قلنا ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الالتقاء أو الارتكوليشن بتاع الاسترنال اند اوف ذا كلافيكل. الكلافيكل قلنا ليها استرنال اند وليها اكروميال اند، واحدة ناحية الاكروميون بتاع السكابولا وواحدة ناحية الاسترنم. فالاسترنو كلافيكولار جوينت عبارة عن الارتكوليشن بتاع الاسترنال اند اوف ذا كلافيكل مع المانوبريم بتاع الاسترنم ومع الفيرست كوستال كارتليج. يبقى الارتكوليشن بتاع الاسترنو كلافيكولار جوينت عباره عن ايه من اسمه، يعني واخد الجزء من الاسترنم اللي هو المانوبريم والفيرست كوستال كارتليج، واخد الجزء من الكلافيكل اللي هو الاسترنال اند اوف ذا كلافيكل. طب نوعه ايه؟ هنا في كل الانواع بتاعه كل الجوينت بتاعه الابر ليمب هنقوله ان النوع بيكون ساينوفيال. وكلمه ساينوفيال معناها ايه؟ معناها ان في ساينوفيال فلويد موجود جوه الجوينت، عشان الجوينت ده في حركه معينه لازم تحصل، فعشان البون ما تتكلش من كتر الاحتكاك اللي بيحصل على مستوى الجوينت كنت لازم احط بين البون، يبقى فيه هنا في الجوينت نفسه ساينوفيال فلويد، عشان كده سميناها ساينوفيال جوينت، عشان يعمل لوبريكيشن ويمنع التآكل بتاع الارتكوليتنج بون. فكل الجوينت اللي هنتكلم عليهم في الابر ليمب هيبقى النوع بتاعهم ساينوفيال جوينت. ثبتها عشان لما يجيبلكش مثلا فايبرس وتختارها ولا كارتليجينس، لا كلهم ساينوفيال جوينت. طب بالنسبه للنوع الساينوفيال جوينت بيبقى عامل ازاي؟ هنا بيكون بلين، وكلمه بلين معناها ان التو بون اللي عملوا ارتكوليشن مع بعض هما الاتنين سطحين متساويين، يعني كده وكده، فمش هيحصل عليها شكلهم بلين يعني مستوي. وزي ما قلنا مش هيحصل عليها حركات كتيرة، ممكن يحصل عليها الحركات بس بتاعة السلايدنج والجلايدنج، ده اسمه البلين جوينت. يبقى هنا الاسترنوكلافيكولار جوينت بيكون ساينوفيال جوينت وبيكون نوعه بلين. طب ايه الليجامنت اللي بتثبته؟ معانا كذا ليجامنت ممكن يساعدوا في الاستابلايزيشن بتاع الاسترنو كلافيكولار جوينت. عندك في واحد انتيرو ستيرنو كلافيكولار جوينت، يعني ماسك الاسترنم بالكلافيكل فسميناه انتيرو ستيرنو كلافيكولار ليجامنت. وفي واحد من ورا اللي هو الانتيرور استرنو البوستيرور ستيرنو كلافيكولار ليجامنت. يبقى انت عندك انتيرور ستيرنو كلافيكولار ليجامنت وبوستيرور ستيرنو كلافيكولار ليجامنت. عندك ايه تاني برضو يشتغل كليجامنت معاك؟ في ليجامنت تاني اللي هو الكوستو كلافيكولار ليجامنت. دول كده 3 ليجامنت بيساعدوا في الاستابلايزيشن بتاع الاسترنو كلافيكولار جوينت. ومن الحاجات برضو المهمة في الاسترنو كلافيكولار جوينت ان هو ليه ارتيكولار ديسك، يعني عبارة عن حتة من الكارتلج كده موجودة في الجزء بتاع الارتكوليشن بتاعه. يبقى كده بالنسبة للاسترنو كلافيكولار جوينت الليجامنت اللي موجود عليه قلنا في انتيرور ستيرنو كلافيكولار ليجامنت وبوستيرور ستيرنو كلافيكولار ليجامنت، وفي ممكن تلاقي ليجامنت زيادة اللي هو الكوستو كلافيكولار ليجامنت، وفي فايبرو كارتيليجينس ديسك. طب ايه الحركات اللي هتحصل على مستوى الاسترنو كلافيكولار جوينت؟ الحركات اللي هتحصل عليها هي الحركات بتاعة الكلافيكل، الموفمنت على الكلافيكل.
ممكن اعمل ايه على مستوى الكلافيكل؟ ممكن احركها لقدام زي الحركه بتاعه السيراتس انتيرور، ممكن اسحبها لورا زي مثلا العضلات اللي موجوده في الباك اللي هم الترابيزيوس والرومبويدز ممكن يعملوا لك الحركه دي. ممكن اعمل لها اليفيشن. ازاي ممكن ارفع الكلافيكل؟ في كذا عضله ممكن تعمل لك اليفيشن للجزء ده، زي مثلا الترابيزيوس دي من العضلات بتاعه الباك، واخد الجزء بتاع الباك كله تعمل لك اليفيشن. عندك الاسترنوماستويد، عندك الليفيتور سكابيولاي من اسمها الليفيتور يعني بتعمل اليفيشن، وهنعرف العضله دي برضو لما نتكلم على الجزء بتاع الباك. عندك الرومبويدز، ومفروض نشرح الجزء بتاع الباك قبل الاجزاء دي اصلا، بس انا ما عارفش يعني، ما علينا. الدبريشن اللي ممكن يحصل في الكلافيكل، يا اما ممكن تعملوا لك البكتوراليز ماينور، وبرضه العضله الصغيره اللي احنا قلنا موجوده تحت الكلافيكل اللي هي السب كليفيوس. يعني ما تركزش برضه على الموفمنت جوه بتاعت الاسترنو كلافيكولار جوينت، في حاجات مهمه ممكن تركز عليها. ندخل بعد كده على الاكروميو كلافيكولار جوينت، ده موجود بين مين ومين؟ احنا ماشيين بنفس النظام بتاع فوق. يعني انت ممكن تعمل جدول مقارنه بين الانواع بتاعه الجوينت او الجوينت اللي هنتكلم عليها. تكتب مثلا هنا اول جوينت معاك هو كان الاسترنو كلافيكولار جوينت، تكتب الارتكيوليشن بتاعته، تكتب نوع مثلا ساينوفيا بلين ساينوفيا، تكتب الليجامنت اللي بيثبتوه، وبعد كده تكتب الاكشن اللي بتحصل عليه والمصل اللي بتعملها، وتقدر تلم كل الجوينت اللي موجودين معانا في الابر ليمب في جدول. تاني جوينت معانا هو الاكروميو كلافيكولار جوينت، ده بين مين ومين؟ ده بين الاكروميون بتاع السكابيولا وبين اللاترال اند بتاعه الكلافيكل، او بسميها الاكروميال اند اوف ذا كلافيكل. الارتكيوليشن اللي بينهم بقول عليه اكروميو كلافيكولار. نوع ساينوفيال، ودي ثبتناها، احنا قلنا كل الانواع ساينوفيال، ونوعه بلين نفس الفكره بتاعه الاسترنو كلافيكولار، الاثنين بيكونوا بلين. طب ايه الليجامنت اللي بيثبتوه؟ عندك تو ليجامنت مهمين، السوبيرور اكروميو كلافيكولار ليجامنت والانفيرور اكروميو كلافيكولار ليجامنت. يبقى سهلين، الجوينت اسمه ايه؟ اسمه اكروميو كلافيكولار جوينت، فالليجامنت اللي بيثبتوه سوبيرور اكروميو كلافيكولار ليجامنت، ادي السوبيرور اكروميو كلافيكولار ليجامنت. وعندك انفيرور اكروميو كلافيكولار ليجامنت، وفي ليجامنت تاني ممكن يساعد فيه في حته الاستابلايزيشن بتاعه الاكروميو كلافيكولار جوينت اللي هو الكوراكو كلافيكولار ليجامنت. يبقى كده في ثلاثه ليجامنت ممكن، الكوراكو اكروميال برضه ممكن يساعد معاهم، الكوراكو كلافيكولار ممكن يساعد معاهم. ادي الكوراكو كلافيكولار، وقلنا فيه سوبيرور اكروميو كلافيكولار وانفيرور اكروميو كلافيكولار. ايه الحركات اللي بتحصل على مستوى الاكروميو كلافيكولار جوينت؟ هيحصل بس المستوى او الحركه بتاعه الجلايدنج موفمنت، انه يحصل جلايدنج او الانزلاق بس بتاع الكلافيكل على الاسكابيولا. الجزء اللي بعد كده هو جزء الشولدر جيردل، وكلمة شولدر جيردل تختلف على الشولدر جوينت، ركز في الفرق بين الاتنين. الشولدر جيردل ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن تو بون اللي هما السكابولا والكلافيكل هما اللي بيشاركوا في تكوين الشولدر جيردل. يبقى الجوينت اللي بتكونها السكابولا مع الكلافيكل هما الاتنين مع بعض او مع اجزاء تاني هما اللي بسميهم شولدر جيردل، يختلفوا عن الشولدر جوينت اللي هنتكلموا عليه. بالنسبة للشولدر جيردل يحصل على انهي جوينت، الاكشن بتاعهم او الحركات بتحصل على انهي جوينت؟ قال لك هنا في اتنين اساسيين اللي هما الاسترنو كلافيكولار والاكروميو كلافيكولار جوينت، الاتنين دول يحصل عليهم الحركات بتاعه الشولدر جيردل، او بسميهم دول الشولدر جيردل. طب ايه الموفمنت اللي هتحصل عليهم؟ عشان نشوف الموفمنت احنا الكلام هنا مكتوب، ولكن هنشوفوها في فيديو الانيميشن هيبقى اسهل بالنسبه للموضوع بتاع الموفمنت. ويعتبر احنا كله العضلات واخدينها، يعني كل العضلات دي يعتبر واخدينها، فانت قبل كده اتكلمت على الاكشن بتاع كل عضله، هنا مجمعهم لك بس. ده فيديو انا مسجله اصلا من جوه البرنامج، وهوريك الانيميشن دلوقتي اللي بتحصل على المستوى بتاع الشولدر جيرد. الجردل يختلف عن الشولدر جوينت، ده حاجه وده حاجه. لما بقول لك في حركات بتشتغل على الشولدر جردل بتبقى ايه؟ ايه الحركات دي؟ اول حاجه ايه هو الشولدر جردل؟ هو زي ما قال لك او زي ما شرحت لك ان هو عباره عن الاسكابولا والكلافيكل، الالتقاء بتاعهم او الجوينت اللي بتكونه الاسكابولا او بتكونه الكلافيكل. وقلنا في تو جوينت مهمين في الحته دي اللي هم مين؟ اللي هم الاسترنو كلافيكولار جوينت اللي بين الاسترنم وبين الكلافيكل، وفي الاكروميو الاسترنم وبين الكلافيكل، وفي الاكروميو كلافيكولار جوينت. والاكشن اللي هتحصل على مستوى الكلافيكل وعلى مستوى الاسكابولا. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه الاكشن اللي ممكن تحصل؟ اول حاجه ممكن يحصل اليفيشن للاسكابولا، ان انا ارفع الاسكابولا لفوق، ده كله على مستوى الشولدر جيردل. ممكن برضه يحصل ديبريشن للاسكابولا تنزل لتحت. ممكن يحصل ايه تاني الاسكابولا؟ ممكن يحصل بروتراكشن هي تيجي لقدام، وريتراكشن ان هي ترجع لورا. ممكن برضه يحصل حاجه اسمها اب وورد روتيشن، ان الاسكابولا تلف كده، اب وورد روتيشن الاسكابولا تلف كده، او داون وورد روتيشن الاسكابولا ترجع تاني مكانها. كل الاكشن دي هنشوفوها ونشوفوا ايه الماسلز اللي بتعملها. اول اكشن معانا بيحصل على مستوى او الموفمنت، اول اكشن بيحصل على مستوى السكابولا هو الاليفيشن اوف ذا سكابولا. طب بيحصل على انهي عضله؟ عندك عضلتين، العضله اللي جنبك اللي هي الترابيزيوس، وخصوصا الابر بارت بتاع الترابيزيوس هو اللي هيعمل لك الاليفيشن بتاع السكابولا، هيسحبها لك لفوق. وعندك عضله ثانيه من اسمها كمان بتوضح لك ان هي بتعمل اليفيشن، اسمها اليفيتور سكابولا، يعني الرافعه للسكابولا. فعندك عضلتين مسؤولين عن انهم يعملوا اليفيشن للسكابولا، اللي هم مين؟ اللي هم العضله اللي قلنا عليها اليفيتور سكابولا، والعضله الثانيه اللي هي الترابيزيوس. وشوف الشكل بتاعهم، ده الشكل كده الاليفيشن بتاع السكابولا. شايف الترابيزيوس الابر فايبر بتاعتها بتنقبض ازاي؟ وادي من الناحيه دي هتشوف مين؟ هتشوف اليفيتور سكابولا برضه هي وبترفع السكابولا، دي كده اسمه اليفيشن للسكابولا. الحركه الثانيه معانا على مستوى السكابولا عكس الاليفيشن
معاها عندك العضله دي اللي هي البيكتوراليز ماينر، زي ما قلنا كانت ماسكه فيه الكوراكويد بروسيس، وكانت ماسكه فيه اللي هم الثلاثه ريبس اللي احنا قلنا عليهم ساعتها. كانت بتعمل ايه دي؟ كانت بتسحب لك الكلافيك اللي تحت فتعمل لك ديبريشن زي ما هنشوفه. ادي الديبريشن بتاع الاسكابلا، الاسكابلا تبدا تنزل لتحت. ادي الديبريشن، مين اللي بيسحبها؟ الترابيزيوس، وبرضه ادي الشكل بتاع البيكتوراليز ماينر. في كذا عضله ثانيه بتساهم معاهم ولكن دول الاساسيين. الحركه اللي بعد كده معانا هي حركه البروتراكشن. مين اللي بيعملها؟ اللي بيعملها مينلي السيريتس انتيرور، وزي ما مكتوب في الداتا عندنا بتساعدها برضه البيكتوراليز ماينر. ادي كده الحركه بتاعت البروتراكشن، هتطلع الاسكابلا معاك تندفع لقدام. ادي حركه البروتراكشن تمت ازاي؟ عن طريق السيريتس انتيرور. الحركه اللي بعد كده معانا عكس، زي ما خدنا البروتراكشن، عكس البروتراكشن هو الريتراكشن، انت ترجع بيها لورا، باكورد موفمنت. كان مين بيعملها؟ برضه كانت بتعملها الترابيزيوس، الميدل بارت اوف ذا الترابيزيوس. ولو شلنا الترابيزيوس هتلاقي مين تحتيها؟ لو شلت الترابيزيوس برضه هتلاقي الرومبويدز ماينور والرومبويدز ميجور، الاثنين دول ممكن يعملوا الحركه بتاعت الريتراكشن. تعال نشوف كده الحركه بتاعت الريتراكشن بتحصل ازاي. احنا كده شلنا الترابيزيوس، الترابيزيوس برضه تبقى بتشارك معاهم بالميدل فايبر بتاعتها، تسحب الاسكابلا لورا، ده كده اسمه ريتراكشن. الحركه اللي بعد كده معانا هي حركه الابورد روتيشن. الابورد روتيشن دي معناها ايه؟ معناها ان الجزء السفلي من الاسكابلا هيبدا يلف. دي بتحصل امتى؟ في ملحوظه مهمه للجزء ده، ان هي بتحصل مع الابدكشن اوف ذا هيومرس او الابدكشن بتاع الشولدر جوينت. لما تعمل ابدكشن على مستوى الشولدر جوينت بتلاقي يحصل الاسكابلا ابورد روتيشن عشان يديك ليفل اعلى من الابدكشن وتساهم فيه. مين العضلات اللي بتعملها؟ زي ما انت شايف الترابيزيوس هتعملها، السيريتس انتيرور هتعملها. شكلها عامل ازاي؟ بص كده على الشكل بتاعها، شايف انا بعمل ابدكشن، بص كده على الانفيرور انجل بتاعت الاسكابلا هتلاقيها بتطلع لفوق، بتطلع لفوق، ده اسمه ابورد روتيشن. جرب انت كده تعمل ابدكشن بايدك كده فوق، وارفع ايدك كده وشوف ازاي هتحس اصلا الانفيرور انجل انت. اخر حركه معانا بقول عليها داون وورد روتيشن، ان زي ما شايف انت كده الاسكابلا بتسحبها لجوه. مين العضلات اللي بتعمل لك الجزء ده؟ هتلاقي اول حاجه اللي فيتر سكابيلاي تعملها لك، التو رومبويد اللي هي رومبويدز ماينور ورومبويدز ميجور، برضه اللاتيسمس دورساي بتساعد فيها، يبقى كل دول يعمل لك داون وورد روتيشن. معظم العضلات بتاعت الباقي خدناها في الجزء بتاع الاسكابلا. كده عرفنا مين اللي بيعمل اليفيشن، مين اللي بيعمل ديبريشن، مين اللي يعمل بروتراكشن وريتراكشن وابورد وداون وورد روتيشن على مستوى الشولدر جيرت. يبقى عرفنا ايه الماسل اللي بتعمل الاكشن دي. كده احنا خلصنا الموفمنت اللي بتحصل على مستوى الشولدر جيردل وشفناها بالانيميشن وشفنا ايه هي المسل اللي بتعملها. مش هنعيدهم تاني، هتلاقيهم هم مكتوبين زي ما وريتهم لك وشفناهم في الفيديو. بالنسبه لي دي ملحوظه مهمه بالنسبه لي الجزء بتاع الابدكشن على مستوى الشولدر جوينت. انا قلت لك لما اجي اعمل ابدكشن للشولدر جوينت كان الابدكشن بيحصل بعضلات احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هما كان في عضلتين عندك، كانت السوبرا سباينيتس كانت بتعمل لك من 0 ل 15، هي اللي بتعمل لك الانيشيشن بتاع الابدكشن، هي اللي بتبدا لك الابدكشن. اللي كان يكمل معاك من 15 ل 90 هي الميدل فايبر بتاعة الدلتويد، الميدل فايبر بتاعة الدلتويد. طب مين اللي هيكمل لك فوق ال90؟ يبقى من ال90 فيما فوق مين اللي هيكونها لك؟ انت وصلت ل 15 ل 90 بالميدل فايبر، بيقول لك فوق ال90 عشان تكمل من فوق ال90 وتوصل لل180 لازم تبدأ يحصل معاك حركة بتحصل في الاسكابيلا اتكلمنا عليها، اللي هو الابورد روتيشن بتاع الاسكابيلا. ان تبدا الاسكابيلا يحصل لها ابورد روتيشن، تتحرك كده لفوق زي ما وريتها لك، ادي الابورد روتيشن بتاع الاسكابيلا. يبقى عشان اعدي فوق ال90 اعمل ابدكشن فوق ال90 بتشتغل معاك عضلات زي مثلا الترابيزيوس، زي مثلا السيريتس انتيرور. العضلات دي هي اللي بتعمل لك الابورد روتيشن زي ما اتكلمنا عليها. ادي حركه الابورد روتيشن، الترابيزيوس والسيريتس انتيرور هم اللي كانوا بيعملوها. فعشان اوصل من 90 ل 180 لازم مش الشولدر جوينت بس اللي يشتغل، لا ده بيساعد معاه الجزء بتاع الابورد روتيشن بتاعه الاسكابيلا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الحته دي، لاني الابدكشن زي ما قلت لك على مستوى الشولدر جوينت هيوصلك 90 بعضلتين، السوبراس باينيتس هتبدا، وبعد كده الدلتويد هتوصلك للزاوية 90. بعد كده هتدخل انت عايز تطلع فوق 90، عايز تكمل الابدكشن لغاية 180، مين هيشتغل معاك؟ هيشتغل معاك الابورد روتيشن بتاع الاسكابيلا بالمصل اللي احنا قلنا عليها. الكلام اللي بيقوله لك يعني هنا كلام بسيط، بيقول لك ان كل حركة من الابدكشن بتحصل على المستوى بتاع الشولدر جوينت. لو هي كانت 3 ففي 2 من الأجزاء أو جزئين منها كان سببها الأرم، والجزء الثالث كان سببها الأبورد روتيشن. ده لو أنا فوق ال90، يبقى أنا فوق ال90 النسبة بتاعتي 2:1، يعني الجزء بتاع الارم بيساهم معايا ب2، والجزء بتاع الابورد روتيشن بتاع السكابلا هيساهم معايا ب1. ما علينا بالكلام ده، ولكن افهم اللي انا قلت لك عليه دول اللي هم الجزء بتاع الابدكشن ايه اللي هيحصل فيه. ومعايا مهمة ان الابورد روتيشن هو اللي بيحصل مع الابدكشن بتاع الشولدر جوينت عشان يعمل لك الابدكشن فوق ال90. بالنسبة بعد كده للشولدر جوينت هنتكلم بنفس الفكرة اللي احنا قلنا عليها. ايه الارتكوليشن بتاع الشولدر جوينت موجود بين مين ومين؟ هو موجود زي ما قلنا قبل كده بين الهيد اوف ذا هيومرس، الالتقاء بتاع الهيد اوف ذا هيومرس مع الجرينويد كافيتي بتاع السكابيولا. ادي كده الارتكوليشن بتاعت الشولدر جوينت، دي مين؟ دي الهيد اوف ذا هيومرس مع الجلينويد كافيتي بتاعت السكابيولا. بيجي بيقول لك ملحوظه مهمه في جزء الجلينويد كافيتي، ان الجلينويد كافيتي ما بيبقاش مجوف بشكل كبير، بيبقى شالو شويه، يعني مش مجوف، يعني الهيد مش داخله فيه
بشكل قوي. عشان كده ربنا سبحان الله خلق لك فوق الجلونويد كافيتي حاجة اسمها الجلونويد لابريم. ايه هو اللابريم ده؟ هو عبارة عن جزء من الكارتلج مغطي او ديسك مغطي الجلونويد كافيتي، بحيث ان هو يخليه مجوف شوية. عشان قبل كده انا قلت لك ان الشولدر جوينت ده من اكتر الجوينت المعرض ان هو يحصل له خلع. ليه يحصل له خلع؟ هو اول حاجة نوعه بول اند سوكيت، يعني التايب بتاعه ساينوفيال جوينت بول اند سوكيت، يعني هيعمل كذا حركة معاك، ممكن يعمل فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن ميديال روتيشن لاترال روتيشن. فكل الحركات دي محتاجة ان هو يبقى مرن معاك. فعشان يبقى مرن لازم ما يدخلش الهيد اوف ذا هيومرس مع الجلينويد كافيتي. فاحنا قلنا الجلينويد كافيتي بتكون شالو، يعني مش مجوفه بشكل كبير ان هما يتثبتوا في بعض. فعشان كده حطينا الجلينويد لابريم ده بيحاول يجوفها شويه، وبنفس الوقت يدي حمايه للجزء بتاع الكبسول. طب الجزء بتاع الكبسول او الجزء بتاع الجوينت نفسه ايه اللي بيثبته لك؟ لما شرحت لك ساعتها الجزء بتاع الماسل، المحاضرة التانية شرحنا فيها الماسل بتاعة البيكتورال ريجون والماسل بتاعة اللي بتربط الشيست بالهيومرس. قلنا في مجموعة من العضلات مهمة وظيفتها ان هي بتعمل استابلايزيشن على مستوى الشولدر جوينت، اللي هي الروتيتور كاف ماسل اللي هي السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس والسب سكابيلاريز والتيرز ماينور. الاربع عضلات دول كان سميناهم ساعتها الروتيتور كاف ماسل، كانوا وظيفتهم ان هم يعملوا استابلايزيشن للشولدر جوينت. عشان كده الشولدر جوينت زي ما قلنا ضعيف ومتعرض للخلع، ولكن الروتيتور كاف ماسل هم اللي بيثبتوه. ايه تاني بيثبتوا مع الروتيتور كاف ماسل؟ هتلاقي شويه ليجامنت. زي مين؟ زي ليجامنت بقول عليه جلينو هيومرال ليجامنت، وده عباره عن 3 اجزاء. ادي الجلينو هيومرال ليجامنت، ادي اللي انت شايفهم دول هم الجلينو هيومرال ليجامنت، وهنلاقيهم زي ما قلت لك 3 اجزاء، سوبيرور وميدل وانفيرور. هتلاقي ايه تاني؟ هتلاقي ليجامنت جاي بالعرض اسمه ترانزفيرس هيومرال ليجامنت، ده جاي بين مين ومين؟ جاي بين الجريتر تيوبريسيتي والليزر تيوبريسيتي. ومين اللي بيتعدي فيه؟ خلي بالك بتعدي فيه اللونج هيد بتاعه البايسبس تندون، او التندون بتاع اللونج هيد اوف ذا بايسبس بيعدي تحت الترانزفيرس هيومرال ليجامنت. ايه تاني ليجامنت ممكن تلاقيها تثبت لك الشولدر جوينت؟ في حاجه اسمها كوراكو هيومرال ليجامنت. يبقى دول كده 3 ليجامنت بيعملوا ستابلايزيشن للشولدر جوينت. عندك 3 ليجامنت مع بعض او 3 اجزاء اللي هم الجرين هيومرال ليجامنت في سوبيرور وميدل وانفيرور، وعندك اللي ترانزفيرس هيومرال ليجامنت. وحط لك الملحوظه هنا تحت ان اللي ترانزفيرس هيومرال ليجامنت بيبقى في الحته دي في شيس او في توبيول بتلف حوالين التندون بتاعه اللونج هيد اوف ذا بايسبس. واخر ليجامنت معانا هو الكوراكو هيومرال ليجامنت. وفي ليجامنت ممكن يساعد اللي هو الكوراكو اكروميال ليجامنت، ولكن دول المهمين. لو جه قال لك انيوميريشن للليجامنت اللي بتثبت الشولدر جوينت، هتقول له الجلينو هيومرال ليجامنت بالاجزاء بتاعته سوبيرور وميدل انفيرور. هتقول له الترانزفيرس هيومرال ليجامنت. لو جه سالك في الاختيار مين المصل اللي بتعدي فيه، هتقول له التندون بتاعه البايسبس. وفي الكوراكو هيومرال ليجامنت، دول الليجامنت اللي بيثبتوا الشولدر جوينت. مين تاني ممكن يعمل استابلايزيشن للشولدر جوينت؟ قلنا هما الروتيتور كاف ماسل. طب ايه الموفمنت اللي ممكن تحصل على مستوى الشولدر جوينت، وايه الماسل اللي بتعملها؟ برضه تعتبر تجميعة للحاجات اللي خدناها قبل كده. الحاجات اللي هتبقى معدية من قدام بالنسبة للشولدر جوينت هتعمل له فليكشن، الحاجات اللي هتعدي من ورا هتعمل له اكستنشن. هنشوفه ايه الماسل اللي تعمل فليكشن وايه الماسل اللي تعمل اكستنشن. هنشوفه لما قلنا نحركه الجزء بتاع الانسيرشن ناحية الاورجن. لو كان الانسيرشن من جوه وبتحركه لبره فده هيعمل لك ابدكشن. لو كان العكس، يعني زي مثلا البيكتوراليز ميجور كانت تعمل انسيرشن في اللاترال ليب بتاعه البايسيبيتال جروف، وكانت طالعه من الجزء بتاع الاسترنال هيد وكلافيكولار هيد. كنا بنحركوها ازاي؟ كنا بنحركوها كده. فكان الاكشن بتاعها ان هي تعمل لك ادكشن. في عضلات هتعمل لك لاترال روتيشن، في عضلات هتعمل لك ميديال روتيشن. واخر حركه معانا هي حركه السيركمدكشن، دي بتحصل بس على مستوى الشولدر جوينت، لان احنا قلنا ان النوع بتاعه كان ايه؟ النوع بتاعه كان بول اند سوكيت، يعني عامل زي الكره والحلقه. عشان كده في كل الحركات بتحصل فيه دي. كنا بنقول عليه ساعتها ان هو مالتي اكزيال، يعني بيلف على كذا محور. تعال نشوف الحركات بتاعته والمصل اللي بتعمل. تحصل على مستوى الشولدر جوينت. ايه هم؟ عندك فليكشن، عندك اكستنشن، عندك ابدكشن وادكشن، وفي لاترال روتيشن وميديال روتيشن. بالنسبه اول حاجه للفليكشن، مين المصل اللي بتعملها؟ اكيد مصل موجوده قدام الجوينت، قدام الشولدر جوينت، اللي هم مين؟ هتلاقي خدناها قبل كده اللي هي الانتيرور فايبر بتاعه الدلتويد او الانتيرور بارت بتاع الدلتويد، كان بيسحب لك الجزء بتاع الارم ده لقدام فيعمل لك فليكشن على مستوى الشولدر جوينت. برضه البيكتوراليز ميجور تعمل لك فليكشن. عضله ثانيه اللي هي الكوراكو بريكياليس تعمل لك فليكشن طول ما هي معديه على الشولدر جوينت من قدام، يبقى تعمل لك فليكشن. برضه بتساعد معاهم مين؟ بتساعد معاهم اللونج هيد بتاع البايسبس، لان كانت جايبه الانسيرشن بتاعها والاوريجن بتاعها من فوق، فكلهم بيعدوا على مستوى الشولدر جوينت، فبالتالي بيساعدوا في عمليه الفليكشن. تعال نشوف الفليكشن على مستوى الشولدر جوينت عامل ازاي. اديك ان انت تسحب دراعك لقدام. مين العضلات اللي اشتغلت معاك؟ 3 عضلات: البيكتوراليز ميجور، الكوراكو بريكياليس، والانتيرور فايبر بتوع الدلتويد. والاساسيين المين ماسل هم مين؟ هم البيكتوراليز ميجور والانتيرور فايبر بتوع الدلتويد.
تاني موفمنت هتحصل معانا على مستوى الشولدر جوينت اللي هي الشولدر اكستنشن. كان مين يعملها لك؟ عكس الافليكشن. الاكستنشن كان بيحصل ازاي؟ ان هتسحب الارم لبره او ناحيه ناحيه ظهرك، يعني هتبعده لبره كده عن جسمك. ده اللي هو مين؟ ده اللي هي الشولدر اكستنشن. طب مين العضلات اللي بتعمله؟ اول حاجه معاك الاساسيين عندك العضله دي اللي هي مين؟ البوستيريور فايبر بتاعت الدلتويد. قلنا الانتيريور فايبر كانت بتعمل فليكشن، اما البوستيريور فايبر او البوستيريور هيد بتاعت الدلتويد كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل اكستنشن. والعضله الكبيره دي اللي موجوده في الباك اللي هي عضله اللاتيسماس دورساي. وبرضه خدنا عضله ثانيه اللي هي عضله التيريز ميجور. الثلاث عضلات دول يعملوا لك اكستنشن على مستوى الشولدر جوينت، وممكن كمان تساعد معاهم التراي سيبس. ولكن خلينا في الاساسيين. مين الاساسيين؟ عندك البوستيريور فايبر بتاعت الدلتويد، عندك اللاتيسمس دورساي، وعندك التيريز ميجور. الثلاث عضلات دول موجودين من ورا على مستوى الشولدر جوينت من ورا، فبالتالي زي ما قلت لك انت بتحرك الانسيرشن ناحيه الاوريجن. لما تحرك الانسيرشن ناحيه الاوريجن هتلاقي بيحصل شولدر اكستنشن زي ما انت شايف. تعال نشوف الماسل دول هيشتغلوا ازاي. دي كده الحركه بتاعت الشولدر اكستنشن. شايف الدراع بيرجع ازاي لورا؟ مين اللي بيعمل لك الحركه دي؟ زي ما قلنا اللاتيسمس دورساي تعملها لك، التيريز ميجور والبوستيريور فايبر بتاعت الدلتويد. الحركه اللي معانا بعد كده هي الشولدر ابدكشن، بتحصل على مستوى تو ماسل اللي هم مين؟ دي اللي هي الميدل فايبر اوف ذا دلتويد، ومعاك العضله اللي هي السوبرا سبايناتس. قلنا السوبرا سبايناتس كانت بتديك البدايه من 0 ل 15، وبعد كده من 15 ل 90 كانت تعملها لك الميدل فايبر اوف ذا دلتويد. ممكن بعد كده بعد 90 تكمل معاك عضلات ثانيه زي السيريتس انتيرور وكذا عضله ثانيه. يبقى دول كده بالنسبه لي حركه الابدكشن بتعملها الميدل فايبر اوف ذا دلتويد من 15 ل 90، ومن 0 ل 15 كانت بتعملها السوبرا سبايناتس ماسل. العكس بتاعها هو حركه الادكشن. مين اللي هتعملها لك حركه الادكشن؟ تسحب دراعك لجوه ناحيه جسمك، هتعملها لك كذا عضله زي ما اتكلمنا مثلا على البيكتوراليز ميجور. قلنا عشان حته الاوريجن والانسيرشن، لو جيت حركت الانسيرشن ناحيه الاوريجن فانت كده بتسحب لجوه، معناها انت كده بتعمل ادكشن. نفس الفكره في اللاتيسمس دورساي، برضه حركه الاوريجن على الانسيرشن ناحيه الاوريجن هتلاقي نفسك بتعمل ادكشن. والعضله دي اللي هي التيريز ميجور هتعمل برضه ادكشن. الحركه اللي بعد كده معانا هي الميديال روتيشن. مين العضلات اللي بتعمل لك الميديال روتيشن؟ اتكلمنا عليهم. ادي الشكل بتاع الميديال روتيشن. دي مثلا البيكتوراليز ميجور كانت تعملها. بتلاقي الانتيرو فايبر اوف ذا دلتويد كنا بتعمل ايه؟ كانت بتعمل فليكشن وكانت بتعمل ميديال روتيشن برضه. لو جيت بصيت من ورا هتلاقي اللاتيسمس دورساي تعمل لك ميديال روتيشن، وبرضه التيريز ميجور تعمل لك ميديال روتيشن. اخر حركه معانا هي حركه اللاترال روتيشن عكس الميديال روتيشن. كانت بتحصل فين؟ قلنا قبل كده كانت بتحصل في البوستيرور بارت بتاعت الدلتويد او البوستيرور فايبر بتاعت الدلتويد. مين دي؟ دي اللي هي الانفرا سباينيتس برضه تعملها لك، والتيريز ماينور. الثلاث عضلات دول كانوا هم المسؤولين على الجزء بتاع اللاترال روتيشن، الانفرا سباينيتس، التيريز ماينور، والبوستيرور فايبر اوف ذا دلتويد. كده احنا خلصنا العضله الموفمنت اللي بتحصل على مستوى الشولدر جوينت. دي الملحوظه اللي قلت لك عليها بالنسبه للموفمنت بتاع الابدكشن. قال لك عشان يحصل بيور جلينو هيومرال ابدكشن، يعني عشان الشولدر جوينت يعمل لك ابدكشن بشكل بيور هو بس اللي شارك فيه، بيبقى عند 120 فوق الليفل ده. انت كده لازم الاسكابيلا يحصل فيها ابورد روتيشن عشان يساعد معاك ان انت تكمل باقي الابدكشن. جايب لك هنا الشكل بتاع اللابريم اللي انا قلت لك عليه، اللي هو الجلينويد رابريم اللي محيط بالجلينويد كافيتي، عشان يخليه مجوف شويه بحيث ان الهيد تتثبت كويس في الجلينويد كافيتي. لان من اكتر المفاصل المعرضه ان هي يحصل لها ديسلوكيشن هي الشولدر جوينت. كده خلصنا الشولدر جوينت، ندخل على الالبو جوينت. وبنفس الطريقه الالبو جوينت ارتكوليشن بين مين ومين؟ اول حاجه الارتكوليشن بتاع الالبو جوينت كان بين التركيليا اللي موجوده في الهيومرس، كانت بتمسك في مين؟ كانت بتمسك في الالنا. التركيليا بتاعت الهيومرس كانت بتمسك في الجزء بتاع الالنا، وكان في كابيتولم كان بيمسك في الهيد اوف ذا راديوس. يبقى كانت بتوين التروكيلا بتاعت الهيومرس كان بتمسك فيها الجزء بتاع الالنا او التروكيلا الفصة اللي موجوده في الالنا، وعندك الجزء بتاع الكابيتولم بتاع الهيومرس كان يمسك فيه الهيد اوف ذا راديوس. ده الارتكوليشن بتاعك. الجزئين دول هم تروكيليا جبال التروكيلر نوتش اللي موجود في الالنا، تروكيليا بتاعت الهيومرس جبال التروكيلر نوتش اللي موجود في الالنا، والكابيتولم بتاع الهيومرس جبال الهيد اوف ذا راديوس. طب النوع بتاع الجوينت احنا متفقين ان هم كلهم ساينوفيال جوينت، والنوع هنا في حتة الالبو بيكون هنج جوينت. يعني هنج معناها ان هو عامل زي المفصلة بتاعة الباب، ده كده معناها هنج جوينت. وهنعرف ان هو كمان يوني اكزيال. كلمة يوني اكزيال معناها ايه؟ معناها بيلف حوالين محور واحد. ده معناه ان هو هيعمل لك تو موفمنت او تو اكشن اللي هم ايه؟ هيعمل لك بس فليكشن واكستنشن، مش هيعمل حاجه تانية لان هو يوني اكزيال. اما لما اتكلمنا مثلا على الشولدر جوينت حاله بولي اكزيال، ده ممكن يلف لك في كل الاتجاهات، بنسميها بولي اكزيال او مالتي اكزيال. لو هناخده مثلا الريست هنلاقوا ان الريست باي اكزيال، يلف لك في محورين يعني يعمل لك 4 حركات. فده بيكون هنج جوينت عامل زي المفصله بتاعه الباب، وبيكون يوني اكزيال يعني بيتحرك على مستوى محور واحد. ادي المفصله بتاعه الباب على مستوى محور واحد، يا اما يعمل لك فليكشن او يعمل لك اكستنشن. الكبسول بتاع الجوينت نفسه بيبقى شكله عامل ازاي؟ ايه الاتجاهات بتاعت الكبسول بتاعته؟ لو انا جيت بصيت عليه من قدام، بصيت على الانتيرور فيو للكبسول بتاع الالبو جوينت، هلاقي بدايته منين؟ هلاقي بدايته هنا فوق الفصة اللي موجودين في الهيومرس، اللي هم الجزء بتاع الكورونويد فصة والراديال فصة. لو نزلنا لتحت هنلاقوه واصل معاك فين؟ واصل معاك للكورونويد بروسيس اوف ذا النا. وفي ليجامنت مهم في الحته دي اسمه الانيولار ليجامنت. ادي الانيولار ليجامنت كده جاي بالعرض بيغطي النهايه او عنده تبقى نهايه الالبو جوينت او الالبو كبسول.
بقول عليه الانيولار ليجامنت. ده كده الانيولار ليجامنت عنده بينتهي الجوينت كبسول. طب لو جيت عليه بصيت عليه ببوستيرور فيو، بدايته فين ونهايته فين؟ بدايته زي ما انت شايف فوق الاوليكرينون فصة اللي موجودة في الهيومرس، فوق الاوليكرينون فصة اللي موجودة في الهيومرس لغاية ما ينزل تحت معاك برضه في الانيولار ليجامنت اللي احنا قلنا عليه، اللي موجود تحت الاوليكرينوم بروسيس بتاع القلنا. هنا في انيولار ليجامنت تحتيه او عند الانيولار ليجامنت ده بينتهي الكبسول بتاع الالبو جوينت. يبقى ببساطه كده الكبسول بتاع الالبو جوينت كان عباره عن ايه، او كان ايه الحدود بتاعته؟ هو من قدام واخد الجزء اللي فوق الهيومرس، فوق الكورونويد والراديال فوسا، ومن ونازل لغايه فين؟ نازل لغايه الانيولار ليجامنت والكورونويد بروسيس بتاعه القلنا. طب من الناحيه البوستيرور، من الناحيه البوستيرور الكبسول فوق المارجن بتاع فوق الاوليكرينوم فوسا ونازل تحت الاوليكرينوم بروسيس اللي موجود في القلنا وتحت الانيولار ليجامنت او لغايه الانيولار ليجامنت. طب ايه الليجامنت اللي بتثبت لك الالبو جوينت؟ عندك تو ليجامنت، واحد اسمه لاترال ليجامنت وواحد اسمه الميديال ليجامنت، ودول تو ليجامنت بيكونوا شكلهم تريانجولار ان شيب، شكلهم عامل زي المثلث. ادي التو ليجامنت بتوعك، واحد اسمه لاترال ليجامنت او ميديال ليجامنت، او بنسموهم اسم تاني بنقولوا على ده مثلا النر كولاترال ليجامنت. النر كولاترال ليجامنت ده برضه شكله تريانجولار. وفي عندك راديال كولاترال ليجامنت، الراديال هو اللاترال والالنر هو الميديال. دول الليجامنت اللي بيثبتوا لك الالبوج. وهتلاقي موجود من قدام انتيرور تريانجولار ليجامنت وليه 3 اجزاء. لو اتكلمنا بعد كده على جوه الكبسول نفسه او جوه الجوينت نفسه، هنتكلم على السينوفيال ممبرين بتاعه. بيقول لك ملحوظه على جزء السينوفيال ممبرين ان هو لايند للكبسول. السينوفيال ممبرين احنا عارفينه ده ممبرين وظيفته ان هو بيحتوي على خلايا تفرز لك السينوفيال فلويد اللي قلنا في الاول ان هي وظيفتها تعمل اللوبريكيشن. السينوفيال ممبرين ده بيبقى مكمل مع الجوينت اللي موجود تحتيه اللي هو البروكسيمال راديو النر جوينت. السينوفيال ممبرين بتاع الالبو جوينت بيبقى مكمل مع السينوفيال ممبرين اللي موجود تحتيه. ادي شكل الليجامنت اللي احنا اتكلمنا عليهم. بص ادي الانيولار ليجامنت اللي بينتهي عنده الالبو جوينت، وادي الميديال كولاترال ليجامنت اللي هو شكله تريانجولار. الناحيه التانية هتلاقي لاترال كولاترال ليجامنت اللي هو قلنا عليه راديال كولاترال ليجامنت والنر كولاترال ليجامنت. بالنسبه للموفمنت اللي بتحصل على المستوى بتاع الالبو جوينت، احنا قلنا عندك حركتين، يا اما فليكشن يا اما اكستنشن، لان هو يوني اكزيال. ايه الحركات اللي بتعمل لك الفليكشن؟ ايه العضلات اللي تعمل لك الفليكشن؟ وايه العضلات اللي تعمل لك اكستنشن؟ العضلات اللي موجوده من قدام على مستوى الالبو جوينت هي اللي تعمل لك فليكشن، واللي من ورا كان يعملوا لك اكستنشن، زي مثلا البريكياليس زي البايسبس زي البريكيو رادياليس. كل العضلات دي موجوده من قدام فتعمل لك فليكشن. طب الاكستنشن كان مين يعملها؟ العضله اللي موجوده من ورا اللي هي عضله الترايسبس زي ما اتكلمنا عليها. الجوينت عبارة عن جوينت النوع بتاعه بيكون يوني اكزيال، يعني ليه محور واحد يلف حواليه، يعني ليه حركتين بس، يا اما يعمل فليكشن او يعمل اكستنشن، ما بيعملش حاجه ثانيه، فليكشن يا اكستنشن. طب الفليكشن مين العضلات اللي هتشتغل معاك؟ لو بصيت في الفليكشن هتلاقي مين اول حاجه؟ هتلاقيهم العضلات اللي بيعدوا من قدام بالنسبه للالبو جوينت اللي هم عندك البايسبس. لو شلت البايسبس هتلاقي العضله اللي موجوده تحتيها اللي هي البريكياليس، هتلاقي برضو الكوراكو بريكياليس، وهتلاقي عضله من العضلات بتاعه الفور ارم بتشارك برضو اللي هي البريكيو رادياليس. يبقى ايه العضلات اللي بتعمل فليكشن؟ قلنا عضلات موجوده انتيرور بالنسبه للالبو جوينت، موجوده قدام الالبو جوينت. قلنا معانا البايسبس تعمل لك فليكشن، البريكيو رادياليس برضو، حتى البرونيتور تيريس بتساعد، وفي البريكياليس وزي ما قلنا البايسبس. عكس الحركه بتاعت الفليكشن هي الالبو اكستنشن، قلنا مش هيحصل على مستوى الالبو غير الحركتين دول، الفليكشن والاكستنشن. يبقى ادي الالبو اكستنشن. مين العضلات اللي بتعملها؟ العضلات اللي موجوده في البوستيرور بتاع الارم اللي هي اشهرهم الترايسبس، طبعا هي اللي هتعملها لك، وممكن تساعد معاهم في العضلات بتاعت الفور ارم الانكونياس. يبقى كده خدنا الحاجات اللي بتعمل لك الالبو اكستنشن. كده الجزء بتاع الموفمنت عرفنا مين بيعمل فليكشن ومين بيعمل اكستنشن. بالنسبه بعد كده للجزء حاطط لك كده زياده اللي هو ملحوظه بالنسبه لي ريليشن مهمه للالبو جوينت. قال لك ناحيه الميديالي في الالبو جوينت بتلاقي ان في النر نيرف موجود فين؟ موجود جنب الميديال ايبيكوندايل، وده شرحناها لك لما شرحت لك الالنر نيرف. قلت لك بيبقى فيه من الكورس بتاعه ان هو يعدي جنب الميديال ايبيكوندايل، عشان كده لما بتتخبط في الجزء ده بتحس بتنميله كده. ده الجزء بتاع الالنر نيرف. ممكن يجيبها لك في سؤال عادي يقول لك ان هو مين النيرف اللي ليه علاقه به او ريليشن بالميديال ايبيكوندايل، هتقول له الالنر نيرف. بتلاقيه برضه بيعدي قدامه الميديان نيرف والبريكال ارتري زي ما شفناهم قبل كده، بيعدوا قدام الالبو جوينت. في حاجه تانية بعد كده في الالبو جوينت، بيقول لك ايه هي البرسا ريليتد تو البو جوينت. اول حاجه يعني ايه برسا؟ ده جزء من السينوفيال فلويد او كيس من السينوفيال فلويد بيطلع من الجوينت. طب ايه الوظيفه بتاعته؟ انا لو عندي مصل، المصل دي بتتحرك على بون معينه، لما بتحرك مصل مثلا وبتتحرك على البون دي ممكن يحصل بينهم احتكاك، فانا عشان امنع الاحتكاك ده بيطلع زي شويه سينوفيال فلويد كده متعبين في كيس. الكيس ده بسميه البرسا، يعني الكيس اللي فيه السينوفيال فلويد بسميه البرسا. ده بيعمل ايه؟ ده بيبقى موجود بين الجوينت وبين المصل، وظيفته ان هو يمنع لك الاحتكاك بتاعهم.
فدايما هتلاقيها موجوده مع ماسل. لو جه قال لك مثلا البرسه اللي موجوده في الالبو جوينت، هتلاقي اول حاجه بيقول لك انترا تندينيوس اوليكرينون بيرسا اللي هي موجوده عند التندون بتاعه الترايسبس. ممكن تلاقي سب تندينيوس، ممكن برضو تلاقي بايسبس بيرسا اللي موجودة فين، موجودة تحت التندون بتاعة البايسبس اللي هم رايحين ناحية الراديال تيوبريسيتي. هتلاقي سبكوتينيوس بيرسا بتاعة الميديال ايبيكوندايل، وسبكوتينيوس بيرسا بتاعة اللاترال ايبيكوندايل عشان يحمي الأجزاء دي من الاحتكاك. البيرسا بتاعة الانكونيوس، البيرسا بتاعة الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس. يبقى قلت لك البيرسا دي بحطها بين الماسل وبين البون عشان امنع الاحتكاك اللي بيحصل بينهم. فده جزء يعني تبقى عارفه برضو. عندي ملحوظة بعد كده بالنسبة للجزء بتاع الالبو جوينت، حاجة اسمها الكارينج انجل. ايه هي الكارينج انجل وليه سميناها كارينج انجل؟ سميناها كارينج انجل لان دي بتظهر لما تيجي تشيل حاجة. لما تيجي تشيل حاجة او تحط ايدك انت في الوضع بتاع الاناتوميكال بوزيشن اللي احنا خدناه، اللي هو بيبقى فيه اكستنشن كده في الفور ارم، كانك عامل ايه، كانك شايل حاجه تقيله زي ما انت شايف. بتظهر معاك زاويه، الزاويه دي بين مين ومين؟ بين المحور بتاع الارم نفسه، اللونج اكسس اوف ذا ارم، بين اللونج اكسس اوف ذا ارم والاكستندد فور ارم. يبقى بين الاكستندد فور ارم وبين اللونج اكسس اوف ذا ارم بتلاقي زاويه اسمها الكارينج انجل. ده شكل تاني للكارينج انجل، هو كده واخد الوضع بتاع الاناتوميكال بوزيشن. فده الاكستندد مين؟ ده الاكستندد فور ارم، عامل اكستنشن على مستوى الفور ارم. وده اللونج اكسس بتاع الارم. لما تلاقي الزاويه دي النورمال بتاعها بتلاقيها 170 درجة في الميل و167 في الفيميل. الانجل دي امتى تختفي؟ تختفي لما تعمل البوجوين تعمل له فليكشن او تعمل حركة البرونيشن. يبقى لما تيجي فليكشن هتلاقي الاكشن دي اختفت. حتى انت جاربها على نفسك، لما تنزل تعمل اكستنشن على مستوى الفور ارم هتلاقي الزاويه ظهرت معاك، او تيجي تشيل حاجه تقيله او تعمل اكستنشن على مستوى الفور ارم هتلاقي الزاويه ظهرت معاك. لما تيجي تعمل فليكشن او فول فليكشن او الحركه بتاعه البرونيشن هتلاقي الزاويه دي بتختفي. يبقى ببساطه كده الكارينج انجل هي زاويه بين اللونج اكسس بتاع الارم مع الاكستندد فور ارم. امتى تظهر؟ تظهر لما تبقى عامل اكستنشن على مستوى الفور ارم، بتكون 170 في الميل و167 في الفيميل. الجوينت اللي معانا بعد كده هو البروكسيمال راديو النر جوينت. احنا قلنا في تو راديو النر جوينت، في بروكسيمال وفي ميديال في ديستال. الارتكوليشن بتاعه موجود بين مين ومين؟ من اسمه راديو النر، يعني موجود بين الراديوس وبين الالنا. بيقول لك ان هو موجود بين الهيد اوف ذا راديوس والراديال نوتش بتاعه الالنا. بالنسبه للبروكسيمال انت قلنا الالنا الهيد بتاعتها من تحت والراديوس الهيد بتاعته من فوق، وفي الالنا في مكان للراديوس سميناه راديال نوتش. فالراديال نوتش بتاع الالنا مع الهيد اوف ذا راديوس هيمسكوا في بعض عشان يكونوا لك البروكسيمال راديو النر جوينت. ادي البروكسيمال راديو النر جوينت، الارنر نوتش او الراديال نوتش اللي موجود في الالنا والهيد بتاعت الراديوس، الاتنين مع بعض هيكونوا لك الراديو او البروكسيمال راديو النر جوينت. نوعه ايه؟ هو نوعه بويفوت جوينت. كلمة بويفوت معناها محوري، معناها هيلف حوالين نفسه او هيلف حوالين محور زي ما هنشوفوها اللي هي الحركة بتاعة البرونيشن والسوباينيشن. يبقى هو نوعه بويفوت. ولو نسيت احنا كنا معلمينها في سنة اولى بروكسيمال راديو النر كان مين؟ بويفوت فيها او فكنا حافظينها كده بروكسيمال راديو النر وديستال راديو النر كان فيهم او، فحفظناها ان هي بويفوت جوينت. الكبسول بتاعها محاوط البروكسيمال راديو النر جوينت، وقال لك كونتينوس ويز البو جوينت زي ما قلنا فوق ان الالبو جوينت او السينوفيال ممبرين كان بيكمل معاك في البروكسيمال راديو النر جوينت. قلناها الملحوظه دي فوق. الليجامنت اللي موجود عليه هو ليجامنت اسمه انيولار ليجامنت، وده اتكلمنا عليه لما اتكلمنا في الالبو جوينت. قلنا اللي بيحد لك الالبو كبسول من تحت هو الانيولار ليجامنت. ادي الشكل بتاع الانيورال ليجمنت. بيلف لك فين؟ هو بيلف لك في الراديال نوتش بتاع الالنا. الراديال نوتش اوف ذا النا بيلف فيه انتيرور اند بوستيرور مارجن، يعمل لك انتيرور اند بوستيرور مارجن في الجزء ده. قلنا السينوفيال ممبرين كان جاي من مين؟ كان جاي كونتينيويشن من الالبو جوينت. بعد البروكسيمال هتلاقي الديستال راديو النار جوينت، نفس النوع برضو بيكون بويفوت. يبقى البروكسيمال بويفوت والديستال بويفوت، وبيحصل برضو عليه الحركه بتاعه السوباينيشن والبرونيشن. ده موجود بين مين ومين؟ ده موجود بين الهيد اوف ذا النا. يبقى انت فوق الهيد اوف ذا راديوس، تحت الهيد اوف ذا النا. ومين هيقابلها تحت؟ في الراديوس. هتلاقي في الراديوس زي ما قلنا في تحت حاجه اسمها النار نوتش، هيمسكوا في بعض. يبقى الهيد اوف ذا النا مع الالنر نوتش اوف ذا راديوس. ايه الليجامنت اللي موجود هنا؟ في انتيرور اند بوستيرور ليجامنت، وفي برضه ديسك اسمه ارتيكولار ديسك اللي احنا شفناه قبل كده في الكوستو كلافيكولار جوينت. قلنا كان بيحتوي على ارتيكولار ديسك. ده جه معانا برضو الديستال راديو النر جوينت كان بيحتوي على ارتيكولار ديسك عشان لما نتكلم على الجزء بتاع الريست جوينت هتشوف الارتيكولار ديسك بتاع الراديوس ده او بتاع الالنا هيعمل ارتيكوليشن ازاي مع البون بتاعت الكربال بون ويكون لك الريست جوينت.
يبقى كده خلينا في الديستال راديو ارنر جوينت بين مين ومين؟ بين الراديوس هنا، الجزء بتاع الالنر نوتش اللي موجود في الراديوس، وبين الهيد بتاعه الالنر، هيتحدوا مع بعض ويكونوا لك الديستال راديو ارنر جوينت. كان نوعه ايه؟ كان نوعه بويفوت جوينت، وكان بيتثبت عن طريق الانتيرور اند بوستيرور ليجامنت. ايه الموفمنت اللي بتحصل عليه؟ وده ممكن يسالك عليها. احنا عندنا تو موفمنت هيحصل عليها، يا اما برونيشن يا اما سوباينيشن. تعال نشوفوا ايه العضلات اللي بتعمل برونيشن وايه العضلات اللي بتعمل السوباينيشن. بعد الالبو جوينت هنتكلم فيها على تو جوينت قلنا عليهم اللي هم اللي بين الالنا والراديوس، الراديو النر جوينت، وفي قلنا في منه بروكسيمال وفي ديستال راديو النر جوينت. الحركات اللي بتحصل على مستوى البروكسيمال والديستال راديو النر جوينت هم حركتين، يا اما برونيشن يا اما سوباينيشن. ايه اللي بيحصل او ايه اللي بيعمل لك البرونيشن؟ عندك عضلتين بيعمل لك البرونيشن، اللي هي عضله اسمها البرونيتور تيرز، والعضله اللي موجوده تحت المربع دي اللي احنا قلنا عليها البرونيتور كوادريتاس. يبقى شوف كده اللي هيحصل، البرونيتور تيرز هتلف فوق وادي البرونيتور كوادريتاس، الاثنين دول بيساعدوا في البرونيشن بتاع الفور ارم. دي حركه البرونيشن وذا فور ارم. عكس البرونيشن هي حركه السوباينيشن، انت هترجع ايدك تاني. مين اللي كان بيعمل لك السوباينيشن؟ اللي كان بيعمل لك السوباينيشن المينلي السوباينيتور، وكانت برضو معاها البايسبس كانت بتشتغل كسوباينيتور. يبقى العضلات اللي بتعمل لك حركه السوباينيشن هم عضله اسمها السوباينيتور من اسمها، والبايسبس برضو بتعمل لك حركه السوباينيشن. هذه العضله اللي قلنا عليها السوباينيتور شرحناها في الفور. يبقى اللي بيعمل السوباينيشن البايسبس، والعضله اللي اسمها سوباينيتور اللي بيعمل برونيشن اللي هما الاثنين برونيتور، البرونيتور تيرز والبرونيتور كوادريتاس. وفي وضع تاني اللي هو وضع الميد برون اللي هو نص البرونيشن. انت لسه ما عملتش برونيشن ولا عملتش سوباينيشن، ايدك كده في النص، ايدك على سيفها. مين اللي كان بيعملها لك؟ شرحتها لك ساعتها مع البريكيو رادياليس، قلت لك هو اللي ممكن يعمل لك الميد برون، لانه هو اصلا موجود في الحته دي، موجود في اللاترال كومبارتمنت بتاعه الفور ارم. ادي الشكل بتاع البرونيشن وادي الشكل بتاع السوباينيشن اوف ذا فور ارم. الجوينت اللي بعد كده هو الريست جوينت، او بسميه راديو كاربر. ليه سميته راديو كاربر؟ عشان هو ده بين الراديوس والكاربال بون بس، الالنا مش بتشارك في الريست جوينت، الالنا مش بتشارك. يبقى هو موجود بين مين ومين؟ بين الراديوس النهايه بتاعتها، وزي ما قلت لك في حاجه اسمها ارتيكولار ديسك. الراديوس والارتيكولار ديسك هتلاقي مين تحتيها؟ مين الكاربال بون اللي جابالها؟ عندك الاسكافويد، عندك الليونيت، وعندك الترايكاتريوم. دول الثلاثه اللي هيكونوا لك الريست. يبقى عندك اللي هيشارك بس هي الراديوس، الالنا مش بتشارك، عشان كده سميناها راديو كاربال جوينت. مين الكاربال بون اللي هتساعد في التكوين بتاعه؟ وهم اللي موجودين في البروكسيمال رو بتاع الكاربال بون. زي ما قلنا السلوى لازم تلعب بوكا، تلعب تخسر كله هلس. هتلاقي معاك الاسكافويد تعمل لك الريست جوينت، هتلاقي بعد الاسكافويد ادي الاسكافويد، بعديها هتلاقي الليونات، وبرضه ممكن الترايكاتريوم تشارك في التكوين بتاع الريست جوينت. طب ايه الليجامنت اللي موجوده في الريست جوينت؟ هتلاقي انتيرور ليجامنت، بوستيرور ليجامنت، ميديال ليجامنت، ولاترال ليجامنت. ومالكش دعوه يعني بالريليشن بتاعتهم، جزء صعب شويه انك تحفظ الريليشن. طب ايه الموفمنت اللي بتحصل على مستوى الريست جوينت؟ احنا نسينا نقول النوع بتاعه، هو بيكون اليبيسويد جوينت. حتى كنا معلمينها في سنه اولى، اللي حضر الشرح معايا كانت الريست فيها اي، وكنا معلمينها اليبيسويد فيها اي. نفس الفكره في البويفوت عشان ما تنساهمش يعني. السينوفيال اليبيسويد جوينت او الريست جوينت ده كان باي اكزيال، يعني كان بيعمل او بيلف حوالين محورين، يعني بيعمل 4 حركات. ايه هما؟ بيعمل فليكشن، بيعمل اكستنشن، بيعمل ابدكشن، وبيعمل ادكشن. طيب ايه العضلات اللي بتعمل لك الحاجات دي؟ هذه العضله اللي قلنا عليها السوباينيتور شرحناها في الفور ارم. الجوينت اللي معانا بعد كده هو الريست جوينت. هنتكلم على الريست جوينت، عرفنا النوع بتاعه، عرفنا ايه الليجامنت اللي موجوده فيه. تعال نشوفوا الموفمنت بتاعته وايه المسل اللي هتعملها. قلنا ان هو كان نوعه اليبيسويد وكان باي اكزيال، يعني كان بيشتغل على محورين، يعني ليه 4 حركات، يعمل فليكشن واكستنشن ابدكشن وادكشن. اول حاجه هنبدا بيها هي حركه الريست فليكشن. مين هيعملها لك؟ هيعملها لك الفليكسور ماسل اللي احنا اتكلمنا عليهم. انت معاك دي مثلا البلمارس لونجس هتعملها، الفليكسور كاربي رادياليس هتعملها لك، البلمارس لونجس هتعملها لك، البلمارس لونجس هتعملها لك برضه الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس هتساعد فيها. عندك الفليكسور كاربي النارس هتعمل لك برضه فليكشن. يبقى كل العضلات الفليكسور هتعمل لك فليكشن ليه؟ الريست فسهلين، احنا حفظناهم العضلات بتوع الفليكسور، فليكسور كاربي رادياليس، فليكسور كاربي النارس، بالمارس لونجس، البروفانتس، والسوبرفيشاليس، كل ده هيعمل لك فليكشن على مستوى. عكس الفليكشن هو الريست اكستنشن. مين اللي كان هيعمل لك الريست اكستنشن؟ اللي كان هيعملها لك العضلات اللي احنا قلنا عليهم اكستنسور، اللي كان بيظهر معاك على اللاترال والبوستيرور. كانت معاك الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس، ومعاك الاكستنسور كاربي رادياليس بريفيوس، ومعاك مين تاني؟ ومعاك الاكستنسور كاربي النارس. كل العضلات دي هتعمل لك اكستنشن، وبرضه ممكن تساعدك كذا حاجه تاني زي الاكستنسور ديجيتورم، الاكستنسور انديسيس، كل دول ممكن يساعدوها. الحركه اللي بعد كده هي حركه الريست ابدكشن. دي وريتها لك قبل كده. الريست ابدكشن معناها ايه؟ معناها ان يحصل راديال ديفيجن، انا هسحب الريست لبره زي ما انت شايف كده، هسحبه لبره. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ريست ابدكشن، او بسميه راديال ديفيجن. ايه العضلات اللي بتعمله؟ قلنا اللي كان فيهم رادياليز، اللي كان فيهم رادياليز هم اللي بيعملوا لك الريست ابدكشن او راديال ديفيجن. دي مين؟ دي الفليكسور كاربي رادياليز، وعندك من ورا كان في فليكسور كاربي رادياليز لونجس وفي فليكسور كاربي رادياليز بريفيس. يبقى الثلاثه دول هم اللي بيعملوا لك الابدكشن بتاع الريست جوينت، او بقول عليه الراديال ديفيجن. عكسه كان الريست ابدكشن او الالنر ديفيجن، ان انا اسحبها لجوه. كانت بتحصل ازاي الحركه دي اللي هي الريست ابدكشن او الالنر ديفيجن؟ انت تسحب زي ما قلت لك الريست لجوه، تسحب الهاند لجوه. كان مين العضلات اللي بتعملها؟ اللي هي فيهم النارس، الفليكسور كاربي النارس والاكستنسور كاربي النارس. العضلتين دول هم المسؤولين على الراديال ديفيجن، او المسؤولين عن الحركه بتاعه الادكشن اوف ذا ريست.
في حاجتين مهمين بالنسبه للريست جوينت عايزين نبقى عارفينهم، حاجه اسمها فليكسور ريتناكليوم وحاجه اسمها اكستنسور ريتناكليوم. وقلت لك كلمه ريتناكليوم دي معناها ايه؟ ده جزء من الديب فاشيا، وظيفتها ان انا بعمل زي الباند ده والفايبرس باند عشان اثبت التندون بتاعه المصل، اثبتها في المكان بتاعها. طب دلوقتي الفليكسور ريتناكليوم ليه سميته كده؟ لان موجود ناحيه الفليكسور، موجود الناحيه الاماميه من الهاند. اما لو جيت بصيت من ورا هتلاقي الاكستنسور ريتناكليوم. ففرق بين الفليكسور وبين الاكستنسور. يبقى الفليكسور ريتناكليوم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سيك فايبرس باند. بين مين ومين الاتاتشمنت بتاعته؟ بيقول لك ان هو بين البي سي فورم بون والهامات ميديالي، يعني بدايته ميديالي من تو بون من الكاربال بون اللي هم مين؟ اللي هم البي سي فورم والهامات، البي سي فورم والهامات. طب رايح فين لاترالي؟ رايح على الاسكافويد والترابيزيوم. يبقى بدايته كانت في البي سي فورم والهامات ورايح على الاسكافويد والترابيزيوم. ادي كده الفليكسور ريتاناكليوم. فيعمل لك جزء تحتيه، الجزء التحتيه ده سميناه ايه ساعتها؟ سميناه الكاربال تانل. ده عبارة عن نفق اللي كونه لك هو الالتقاء بتاع الكاربال بون مع بعض عن طريق الفليكسور ريتاناكليوم. يبقى هو سيك فايبرس باند بيبقى موجود تحتيه او في الكونكافيتي بتاعته، بنسموها كاربال تانل، النفق اللي هيعدي فيه ليجامنت بتاعة مصل، هتعدي فيه مثلا الميديان نيرف زي ما خدنا قبل كده. كان موجود بين مين ومين؟ كان موجود زي ما قلنا بين البي سي فورم والهوك اوف ذا هاميت، ولاترالي بين الاسكافويد والترابيزيوم. لو شفنا الشكل بتاعه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو الفليكسور ريتاناكليوم، او بسميه الترانزفيرس كاربال ليجامنت عشان بيمسك بين الكاربال بون زي ما خدنا الترابيزيوم والبي سي فورم والهامات مع الترابيزيوم والسكافويد. ده بيمسك فيه مين؟ بيمسك فيه الفليكسور ريتاناكليوم. بيعدي تحتيه تندون وبيعدي فيه نيرف زي ما خدنا قبل كده اللي هو الميديان نيرف. تعال نشوف المحتويات اللي هتعدي تحتيه في الكاربال تانل. ده النفق بتاعه ايه اللي هيعدي فيه، وممكن يعدي فوقيه كمان. في حاجات بتعدي سوبرفيشال، وفي حاجات بتعدي سوبرفيشال، وفي حاجات بتعدي في الكاربال تانل نفسه. ادي شكل تاني كمان للجزء بتاع الحاجات اللي هتعدي سوبرفيشال والحاجات اللي هتعدي دي بالنسبه للكاربال تانل. دي كده الترابيزيوم، دي مين؟ دي الهامات، واللي بينهم ده هو الفليكسور ريتاناكليوم. وعندك الحاجات بقى اللي بتعدي فيه هنتكلموا عليها، سواء كان تندون بتاعه المصل، سواء كان ارتري، سواء كان في. قال لك هنا ان هو بيتقسم الى جزئين عن طريق التندون بتاع الفليكسور كاربي رادياليز. لو جيت بصيت على التندون بتاع الفليكس كاربي رادياليز، الجزء اللي فوقيه هنقول ان ده الجزء السوبرفيشال بالنسبه للفليكسور ريتاناكليوم، الجزء اللي تحتيه هيبقى هو الجزء الديب بالنسبه للفليكسور ريتاناكليوم. عشان كده الفليكسور كاربي رادياليز قسمه لك الى جزئين. طب ايه الريليشن بتاعت الفليكسور ريتاناكليوم من حيث السوبرفيشال ريليشن ومن حيث الديب ريليشن، وازاي هنحفظوها؟ اول حاجه بالنسبه للحاجات السوبرفيشال يعني اللي هتعدي فوق الفليكسور ريتاناكليوم، لو جينا رتبناها من الميديال للاتر هنلاقوا ايه؟ هنلاقوا اول حاجه ناحيه الميديال الالنر نيرف، بعد الالنر نيرف هنلاقوا جنبيه الالنر ارتري، بعد كده هنلاقوا برانش من الالنر نيرف اللي هو البالمر كوتينيوس برانش اللي راح يغذي الجزء بتاع يدي السكين بتاع الهاند. عندك برضو التندون بتاعه البلمارز لونجس، وعندك البلمر كوتينيوس برانش بس هنا ده بتاع الميديان نيرف. دول كده اللي بيعدوا سوبرفيشال للفليكسور ريتاناكليوم. هنحفظوهم ازاي؟ هنحفظوهم ان هم عبارة عن اتنين النر. ايه هم الاتنين النر؟ الالنر نيرف والالنر ارتري، الالنر نيرف والالنر ارتري. وفي ثلاثة بعد كده فيهم بي، في بالمر كوتينيوس بتاع الالنر نيرف، في بالمر كوتينيوس بتاع الميديان نيرف، وفي التندون بتاع البلمارز لونجس، التندون اوف ذا بالمارز لونجس. يبقى تحفظهم ازاي؟ عندك اتنين النر وتلاتة بي، البالمر كوتينيوس بتاع الالنر، البالمر كوتينيوس بتاع الميديان، والتندون بتاع البلمارز لونجس. طب بالنسبه للديب ريليشن، ايه الحاجات اللي موجوده جوه الكاربال تانل نفسه؟ ايه اللي موجود جوه النفق اللي كونه لك الفليكسور ريتاناكليوم جوه الكاربال تانل؟ ممكن يجيلك سؤال انيوميريشن عادي. بتلاقي فيه نيرف مهم جدا واحنا اتكلمنا عليه هو الميديان نيرف. خلي بالك ان هنا بتكلم على برانش من الميديان نيرف اللي هو البالمر كوتينيوس، هو اللي موجود فوقيه. اما النيرف نفسه الاساسي الميديان نيرف موجود جوه الكاربال تانل. عشان كده كلمتك في الاصابه بتاعه الميديان نيرف، قلنا بيعمل حاجه اسمها كاربال تانل سيندروم. لما الميديان نيرف ده يتضغط بانفلاميشن باي حاجه تحصل، يضغط لك على الميديان نيرف هيعمل لك الكاربال تانل سيندروم، وعرفنا ساعتها ايه اللي هيحصل فيه. بعد كده بلاقي تندون لثلاث عضلات. عندك العضلات الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز، الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، والفليكسور بوليشاس لونجس. يبقى انت في الفليكسور ريتاناكليوم مين الثلاث عضلات اللي هيعدوا؟ عندك فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز،
اختها اللي هي موجوده تحتيها الفليكسور ديجيتورم بروفوندس، واللي رايحه للصمب هي الفليكسور بوليشس لونجس. يبقى دول رايحين فين اصلا؟ دول رايحين للفينجر ورايحين للصمب. فعندك ثلاثه فليكسور: فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز، فليكسور ديجيتورم بروفوندس، فليكسور بوليشس لونجس. وما تنساش الميديان نيرف، ده من اهم الحاجات اللي موجوده في الكاربال بون، لو جه سالك هتعمل لك كاربال تانل سيندروم. يبقى كده ايه الحاجات السوبرفيشال؟ اتنين النر، النر نيرف والنر ارتري، وتلاتة بي بالمر كوتينيوس بتاعت الالنر، بالمر كوتينيوس بتاعت الميديان، والتندون بتاع البلمارز لونجاس. طب الديب ريليشن عندك الاتنين فليكسور اللي هم الاخوات، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز والفليكسور ديجيتورم بروفاندس، وعندك اللي رايح للصمب هو الفليكسور بوليشس لونجاس، والميديان نيرف ده ما تنساوش، ده اهم واحد فيهم. ادي الشكل بتاع الكاربال تانل، قلنا بيتكون منين؟ قلنا ادي الحاجات اللي موجوده تحتيه. عندك الفليكسور بوليشس لونجس، عندك الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز، الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، وعندك نيرف اللي هو الميديان نيرف. لو جينا حاجات معدي سوبرفيشال معديه فوقيه، هي البالمر كوتينيوس برانش بتاع الميديان، البالمر كوتينيوس برانش بتاع الالنر، عندك الالنر ارتري والالنر نيرف، وزي ما قلنا التندون بتاع البلماريز لونجس. ادي البلماريز لونجس. كده احنا خلصنا الفليكسور ريتاناكليوم. ندخل على الجزء بتاع الباك عشان نشوف الاكستنسور ريتاناكليوم. ده برضو عبارة عن سيك فايبرس باند موجودة على الدورزم اوف ذا ريست. مين العضلات اللي بتعدي فيها؟ هنا بتعدي فيها العضلات اللي هم الاكستنسور زي ما هناخدوها دلوقتي. بيبقى اوبليك مش ترانزفيرس زي الفليكسور ريتاناكليوم زي ما قلنا في الباك اوف ذا ريست. الاتاتشمنت بتاعته هو ماسك ميديال فين وماسك لاترال فين. بيقول لك ماسك من الناحيه الميديال في الاستيلويد بروسيس بتاعت الالنا وفي الترايكاتريوم والبيسي فورم بون. طب ورايح لاترال فين؟ رايح على الانتيرو بوردر اوف ذا لور اند اوف ذا ريديوس. تعال نشوفه كده. الاكستنسور ريتاناكليوم ادي الاكستنسور ريتيناكليوم اللي انت شايفه ده هو في الصوره. احنا بصينا دلوقتي على الدورزم اوف ذا هاند، قلنا ماسك في جزء من الريديوس، والناحيه التانيه ماسك في جزء من الالنا، وماسك في جزء من الكاربال بون. ماسك من الاستيلويد بروسيس بتاع الالنا، ومعاها مين؟ معاها الترايكاتريوم والبيسي فورم بون، ورايح على اللور اند بتاعه الريديوس. طب ايه السوبرفيشال ريليشن والديب ريليشن زي ما خدناها في حته الفليكسور ريتيناكليوم؟ السوبرفيشال ريليشن يبقى كده هو بدايته من السطح الامامي لنهايه الالنا او الانتيرو سيرفيس بتاع الالنا، الانتيرو بوردر بتاع الالنا، والى الانتيرور بوردر بتاع الراديوس. وزي ما قلنا بيشارك معاه البيسي فورم وبيشارك معاه الترايكاتريا. ايه المحتويات بتاعته؟ بالنسبه للسوبرفيشال ريليشن بتوعه في تو فين اتكلمنا عليهم لما شرحت لك الفينس درينج، وقلت لك ان الدورزال فينس نتورك كانت بتكون لك تو فين. من ناحيه الدورزم بتكون لك البيزاليك ناحيه الميديال والسيفاليك ناحيه اللاترال، يبقى دول بيعدوا سوبرفيشال تو اكستنسور ريتيناكليوم، هما البيزاليك فين والسيفاليك فين. عندك بعد كده الدورزال كوتينيوس برانش من الالنر نيرف. احنا في الفليكسور ريتيناكليوم قلنا فيه بالمر كوتينيوس برانش، لا هنا دورزال كوتينيوس برانش لان انا في الدورزم بتاع الهاند. وهتلاقي عندك سوبرفيشال برانش من الراديال نيرف. دول اربع حاجات سوبيرو او سوبرفيشال ريليشن بالنسبه للاكستنسور ريتاناكليوم. بالنسبه بعد كده للديب ريليشن مرتبهم لك من اللاترال تو ميديال، وهيقسمهم لك في الحاله 6 كومبارتمنت. الجزء بتاع الديب تو اكستنسور ريتيناكليوم عباره عن 6 اجزاء. ايه الاجزاء دي؟ اول جزء معاك بيحتوي على تو تندون اللي هم الابدكتور بوليشس لونجس والاكستنسور بوليشس بريفيس. الاثنين دول كانوا رايحين فين؟ كانوا رايحين يغذوا الصمب. يبقى اول جزء انت واخده لاترال تو ميديال اللي هو مين؟ اللي هي الابدكتور بوليشس لونجس والاكستنسور بوليشس بريفيس. تاني جزء معانا هما الاتنين اكستنسور اللي احنا خدناهم في الاكستنسور كاربي رادياليز لونجس والاكستنسور كاربي رادياليز بريفيوس. الاكستنسور كاربي رادياليز لونجس والاكستنسور كاربي رادياليز بريفيوس دول سكند كومبارتمنت. يبقى الفيرست كومبارتمنت كان الاكستنسور بوليشس والابدكتور بوليشس لونجس، واحده بريفيوس واحده لونجس. هنا في الثاني في السكند كومبارتمنت هتلاقي الاكستنسور كاربي رادياليز لونجس والاكستنسور كاربي رادياليز بريفيوس. طب في الثيرد كومبارتمنت ده عباره عن تندون واحد اللي هو الاكستنسور بوليشس لونجس، الاكستنسور بوليشس لونجس. يبقى فوق قلنا الاكستنسور بوليشس بريفيوس وقلنا معاها الابدكتور بوليشس. اما الثيرد كومبارتمنت هو الاكستنسور بوليشس لونجس. بتلاقي ايه تاني؟ انا عارف ان هو جزء رخم وجزء حفظ، يعني ما ينفعش يعني هوضحها لك ازاي، يا اما تحفظها بالصوره يا اما تحفظهم كده. الفورس كومبارتمنت بتاعتك هم عباره برضو عن 4 ستراكشر. عندك الاكستنسور ديجيتورم، الاكستنسور انديسيز، والانتيرو انتر اوسياس ارتري، والبوستيرور انتر اوسياس نيرف. كل الحاجات دي موجوده في الفورس كومبارتمنت بتاعك. بعد كده الفيفث كومبارتمنت هتلاقي عضله واحده اللي هي الاكستنسور دي جي تي مينيمي، لان انت دلوقتي رحت ناحيه الميديال، كنت في اللاترال رحت ناحيه الميديال. هتلاقي في الاخر الاكستنسور جي تي مينيمي. اخر جزء معاك يحتوي على الاكستنسور كاربي النارز. دي كده المحتويات بتاعت
الاكستنسور تناكليم اللي بتعدي ديب ليها. لو جينا خدناهم كده من الرسمه عشان نشوفوا الاكستنسور تناكليم ايه المحتويات اللي بتعدي ديب ليها، احنا قسمناها لاترال تو ميديال، يبقى ناحيه الصمب ده لاترال، والناحيه دي ناحيه الليتل فينجر هتلاقيها ميديال. اول جروب من ناحيه الصمب كان عباره عن الابدكتور بوليشس لونجس معاها البريفيوس اللي هي الاكستنسور بوليشس. تاني جروب معانا كنا بنلاقوا فيه مين؟ كنا بنلاقوا فيه الاكستنسور كاربي رادياليز لونجس وبريفيوس. تالت جروب هتلاقي عضله لوحديها اسمها الاكستنسور بوليشس لونجس، وبعد كده هتلاقي مجموعه من العضلات زي مثلا الاكستنسور انديسيز، الاكستنسور ديجيتورم، الاكستنسور ديجيتي مينيمي، واخر مجموعه بتلاقي فيها عضله واحده اللي هي الاكستنسور كاربي النارس. دول كده العضلات اللي موجودين ديب تو اكستنسور ريتاناكليا. عندي بعد كده حاجه بتظهر في الهاند بسميها اناتوميكال سناف بوكس، وهنعرف ليه سميتها اناتوميكال سناف بوكس. كلمه اناتوميكال معناها ان ده تركيب تشريحي بيحصل في الجسم او بتشوفه في جسمك. بتشوفه امتى؟ جرب كده تعمل اكستنشن وابدكشن للصمب، هتلاقي ايه اللي ظهر معاك؟ هتلاقي ظهر معاك زي مربع في الجزء ده. اتسمى ليه سناف بوكس خلاص لان شكله مربع. كلمة سناف ده كان نوع من انواع التبغ، او كان زمان يعني كان الناس المدمنين كان ياخدوا نوع من انواع التبغ ده ويحطوه في الحتة دي عشان الحتة دي مجوفة ويبدأوا يشموه، عشان كده سميناه اناتوميكال سناف بوكس. يبقى كانوا يحطوا التبغ في الحته دي، الحته المربع دي. لو انت عملت اكستنشن وابدكشن للصمب هتلاقيه ظاهره معاك، هيظهر معاك الجزء بتاع الاناتوميكال سناف بوكس. طب ايه الحدود بتاعته؟ ايه الباوندرز بتاعه الاناتوميكال سناف بوكس؟ بالنسبه اول حاجه خليك في حته الكونتنت مين مهمه، هو الراديال ارتري. الراديال ارتري هو اللي بيعدي في الجزء ده، هو اللي بيكون لك الكونتنت بتاعه الاناتوميكال سناف بوكس. طب ايه الحدود بتاعته؟ ايه الباوندرز بتاعته؟ اول حاجه هتلاقي التندون بتاع الابدكتور بوليشس لونجس والاكستنسور بوليشس بريفيوس. فينهم؟ ادي الشكل بتاع الاكستنسور بوليشس لونجس، يبقى الابدكتور بوليشس لونجس والاكستنسور بوليشس بريفيوس دول كان بيكونوا لك الجزء اللاترالي اللي احنا قلنا عليه ده الجزء الميديالي. ادي الاكستنسور بوليشس بريفيوس ومعاه التندون بتاع مين؟ بتاع الابدكتور بوليشس. طب الجزء الميديالي ده الجزء الميديالي كانت بيعمله لك الاكستنسور بوليشس لونجس. يبقى عندك بوليشس من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ناحيه لونجس وناحيه بريفيوس. الاكستنسور بوليشس بريفيوس كانت بتعمل لك الناحيه اللاترال، والاكستنسور بوليشس لونجس كانت بتعمل لك الناحيه الميديال. طب الفلور بتاعتك الارضيه هتبقى عباره عن ايه؟ قالك الفلور هتبقى عباره عن السكافويد والترابيزيوم، دول جزء من الكاربال بون. السكافويد والترابيزيوم هما اللي بيكونوا لك الارضيه بتاعه السناف بوكس. بالنسبه للروف السطح بتاعك هتلاقي في مين؟ هتلاقي معدي فوقيك السيفاليك فين والبرانشات او الديجيتال برانش بتاعه الراديال نيرف. ده كده بالنسبه للاناتوميكال سناف بوكس. ندخل بعد كده على التو جوينت اللي فاضلين بعد الريست جوينت اللي هما الانتر كاربال جوينت، يعني الجوينت اللي موجود بين الكاربال وبعضيها. يبقى ده اللي موجود بين البروكسيمال رو وبعضيها او الديستال رو وبعضيها او بين البروكسيمال والديستال. نوعه بيكون برضو بلين جوينت. اللي بيحصل عليه او الحركه اللي بتحصل عليه هي حركه جلايدنج، مفيش حركه معينه بتحصل على الجزء ده. في بعد كده عندك الكاربو ميتاكاربال جوينت اللي هو بين مين ومين؟ بين الكاربال بون والميتاكاربال. ده برضو كان نوع ساينوفيال وبلين. في كاربو ميتاكاربال جوينت بتاع الصمب، عشان الصمب ركز عليه لان الصمب اللي بيعمل كذا حركه زي ما قلنا. الصمب بيكون نوع الكاربو ميتاكاربال حته مهمه سادل شيب، عشان لو جه سالك سادل يعني عامل زي سرج الحصان. فهنا كلهم كانوا بلين، كلهم مستويين كده مع الكاربال والميتاكاربال، ما عدا الجزء بتاع الصمب بيكون سادل شيب، نوعه سادل. عشان كده بيحصل الحركات على مستوى الصمب في كذا اتجاه، كان بيحصل فيه فليكشن، كان بيحصل فيه اكستنشن، كان يحصل فيه ابدكشن، وكان يحصل فيه الاوبوزيشن اللي احنا قلنا عليها اللي هي حركه التسبيح. اخر جوينت معانا او الجوينت اللي قبل الاخير هو الميتا كاربو فالنجيال جوينت. بين مين ومين؟ بين الميتا كاربال وبين الفالنجيس. يبقى بين الهيد بتاعت الميتاكاربال بون او الميتاكاربال بون والفالنجيس. بيكون نوعه ايه؟ بيكون نوعه كوندايلويد جوينت وبرضه ساينوفيال. ندخل على الموفمنت اللي بتحصل عليه. يبقى الموفمنت اللي بتحصل عليه بيحصل عليه فليكشن، بيحصل عليه اكستنشن، بيحصل عليه ابدكشن. كوندايلويد هو شبه الاليبيسويد بتاع الريست، يعني يعتبر برضه باي اكزيل، وبيحصل عليه كذا اكشن، يعني هيحصل عليه فليكشن، هيحصل عليه اكستنشن، هيحصل عليه ابدكشن، هيحصل عليه ادكشن، وترجع في الجزء ده للجزء بتاع العظام بتاع العضلات بتاعه الهاند والعضلات بتاعه الفور ارم. هتلاقي من الحاجات اللي كانت بتعمل فليكشن للميتاكاربوفالنجيال جوينت قلنا في اللومبريكلز، وبرضه الانتر اوسياي. فاكرين الرايتنج بوزيشن اول ما شرحناه قلنا بيحصل عليه مستوى الفليكشن بتاع الميتاكاربوفالنجيال جوينت والاكستنشن للانترفالنجيال جوينت. كان مين بيعملها لك؟ كان اللومبريكل والانتر اوسياي كان بيعملوا لك فليكشن للميتاكاربوفالنجيال جوينت. الجزء بتاع الجوينت ده معتمد على الاجزاء اللي فاتت كلها. عندك الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليز والفليكسور ديجيتورم بروفاندس، لان هم دول رايحين يعملوا انسيرشن في الاجزاء بتاعه
البيز بتاعه زي ما قلنا الفلنجيس، فبالتالي هيسحبوها ويعملوا لك فيها الفليكشن. طب بالنسبه للاكستنشن هيعملوا لك الجزء الاكستنسور اللي هم الاكستنسور ديجيتورم، الاكستنسور انديسيس، والاكستنسور ديجيتي مينيمي. الابدكشن كان مين بيعملوا؟ كان بيعملوه الدورزال انتر اوسياي. حفظناها ازاي ساعتها؟ حفظناها ان الدورزال انتر اوسياي داب يبقى الدورزال انتر اوسياي هتعمل ابدكشن. اما اللي كان بيعمل الادكشن هو البالمر انتر اوسياي، وسميناها ساعتها باد. يبقى دي بالمر يبقى ادكشن. بعد كده خدنا الانترفالنجيال جوينت. الانترفالنجيال جوينت اللي هما بين الفلنجيس وبعضيها، ده بيكون او بعتبره هنج جوينت، عامل زي مفصل، زي مين؟ زي المفصل بتاع الالبو جوينت، فبيحصل فيه افليكشن وبيحصل فيه اكستنشن. بس ده كده بالنسبه للانترفالنجيال جوينت. اخر جوينت معانا في الابر ليمب. كده احنا يعتبر خلصنا الجزء بتاع الابر ليمب.